السلام عليكم. في شركة كبيرة قوي اسمها لايف نيشن. الشركة دي أكبر شركة بتعمل حفلات على مستوى العالم. المهم الشركة دي قررت إن هي تعمل حفلة كبيرة قوي في مصر عند سفح الهرم، وهيجيب واحد رابر اسمه ترافيس سكوت. ترافيس سكوت مغني أمريكاني، ولد شاب عنده 32 سنة، بقاله حوالي 8 سنين بيعمل مزيكا راب. المهم ترافيس سكوت فرحان جدا ومتحمس جدا لزيارة مصر، وقرر إن هو يطلق ألبومه الخامس اسمه يوتوبيا من عند سفح الهرم. يعني في الحفلة هيبدأ يغني أغاني جديدة وأغاني ألبوم الجديد يوتوبيا. الدنيا قامت وما عادتش تاني على الانترنت وعلى السوشيال ميديا. ليه وإيه اللي حصل؟ طيب علشان الكلام ده كله يحصل تعالوا نشوف الدنيا إيه اللي بيجرى فيها وإيه اللي حصل فيها ونعرف التفاصيل أكتر. يلا بينا. طيب، انقسم الشعب المصري لرأيين. رأي يقول الحفلة تحصل عادي ومفيش أي مشاكل يوم 28/7 ومفيش أي حاجة والدنيا تمام، والرأي التاني معارض تماما للفكرة دي. طيب الناس اللي بتقول لأ، بتقول لأ ليه؟ في سببين. السبب الأول إن هما في ناس بتقول أو بتتهم ترافيس سكوت بإن هو بيؤمن بحاجة اسمها الأفروسنتريك أو المركزية الأفريقية. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده او الثقافه دي بتقول ان الفراعنه مش هم اللي بنوا الاهرامات، ولكن الجماعه اللي هم السمر او اصحاب البشره السمراء هم اللي بنوا الاهرامات. تمام. ده ثقافه وده معتقده هو، فدي حاجه بتاعته هو. لكن احنا ليه نرفض الكلام ده؟ تمام. يعني حتى لو هو بيقول ان هو ابوه هو اللي بنى الهرم، ايه المشكله يعني في كده؟ ما يقول زي ما هو عايز، هو الكلام بفلوس يا سيدي. يجي يعمل الحفله، المشكله او يعني احنا نبص لمصلحتنا. الراجل ده لما هيجي مين هيجي معاه ومين هيجي وراه؟ الناس المتابعين بتوعه والناس اللي هي بتشوفه وبتحب المزيكا بتاعته جايه وراه من بلده. تمام. ده اول سبب من اسباب الرفض. السبب الثاني، في ناس كتيره جدا بتتهم ترافيس سكوت بان هو ماسوني. تمام. من اللي هم الجماعه بتوع عبده الشيطان والكلام ده. ايه دليلهم على الكلام ده؟ دليلهم على الكلام ده من الشغل بتاع الفاير ووركس والشو اللي بيتعمل لما بيدخل الحفلات بتاعته، النار والعين والمثلث والكلام ده. والناس استشهدت كمان بانه دايما بيعمل رموز لإله اسمه الإله مولخ. ده إله كنعاني يعتبر الأفظع والأوحش. انه كان دايما بيقدموا له الاطفال الصغيرين او الاطفال الرضع كقربان للاله مولخ. تمام. والناس دي استشهدت بحفله عملها ترافيس في هيوستن سنه 2021 برضو، ومات فيها حوالي 11 واحد. تمام. القصه ايه بتاعت الحفله دي؟ واللي هي الناس دايما ماسكه في القصه دي، يعني رابطه بين الحفله اللي هتتعمل في مصر والحفله دي. بالحفله دي اتعملت في 5 نوفمبر 2021. تمام. السيناريو اللي اتقال او القصه اللي اتقالت ان المفروض الحفله دي يحضرها عدد مش اكتر من 10,000 شخص، لكن كانت نسبه الحضور كبيره وحضرها 50,000 شخص. تمام. الحفله دي استشهد فيها 11 بني ادم. وفي ناس بتدعي ان هم حاولوا يوصلوا له خلوه يوقف غنى، لكن هو رفض وكمل. تمام. لكن القصة الرسمية اللي قالتها وكالة رويترز للأنباء إن المكان اللي اتعمل فيه الحفلة في هيوستن ده كان بيتسع، المفروض إن هو يتسع ل10,000 شخص، لكن اللي حصل إن أكتر من 50,000 شخص هم اللي حضروا الحفلة. فدي المكان وقلة الأكسجين هي يعني اللي خلت الحوادث دي تحصل أو الناس دي تستشهد. تمام. والقضاء الامريكي لم يوجه اي اتهامات لترافيس. وطبعا اللي بيحب يصطاد في الميه العكره كتير. محامين رفعوا دعاوي قضائيه على الاستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في مصر، واللي رفع دعاوي قضائيه على وزاره السياحه بيطالبهم بيها وقف الحفله وان هي مخالفه للعرف والتقاليد والعادات الدينيه بتاعتنا والكلام ده. تمام كده. طيب ايه المشكله بقى يا حضرات؟ المشكله ان في 55,000 تذكره اتباعوا بعد 11 ثانيه بعد 11 دقيقه من فتح باب الحجز على موقع تيكتس مارشي.
اللي هو الويب سايت الرسمي اللي هو كانت بتتباع عليه التيكتس. كان في نوعين من التذاكر، بريميوم، تذكره بريميوم ثمنها 4000 جنيه، وتاني تذكره في اي بي جولدن سيركل، التذكره دي ثمنها 6500 جنيه مصري تقريبا. تمام. بعد 11 دقيقه التذاكر كلها اتباعت. دلوقتي لو انت بتدور على تذكره هتلاقي تذاكر في السوق السوداء ثمنها بيوصل لاكتر من 25000 جنيه. تخيل 25000 جنيه، التذاكر كلها سولد اوت. المشكله بقى الثانيه ايه؟ المشكله الثانيه ان 60% من التوتال نمبر ده، من الرقم ده كله اللي هو ال 55000، 60% منه اجانب. الناس الاجانب دي لازم حد يقول لها يا تيجوا يا تاخدوا تذاكركم. الاجانب اللي يعني في ناس جايه من بره يعني. انا بايع ل 54 دوله، فوق ال 60% من مبيعات الحفله. الناس اللي في ال 54 دوله دول هيبقوا كل واحد قاعد ماسك تذكره الطياره بتاعته ومش عارف يجي ولا لا. تمام. تخيل انت بقى الناس دي المفروض اللي هي هتيجي هتشغل ايه فنادق، هتشغل ايه مطاعم، هتشغل ايه كافيتريات، مواصلات، الخ الخ الخ. تمام. كان في مداخله حصلت مع استاذ عمرو اديب، العضو المنتدب بتاع شركه تيكتس مارشيه اللي هم بينظموا الحفله في مصر. بيقول الاستاذ عمرو اديب ان هم معاهم كل التصاريح، وان هم دافعين الفلوس بتاعه حجز الهرم، ومعاهم التصاريح ومعاهم الدنيا بتاعتهم كلها كامله، والمفروض ان هم يدخلوا الهرم علشان يبداوا يعملوا التجهيزات. الحفله المفروض ان هي هتتعمل يوم 28/7 يوم الجمعه اللي جايه، ولحد دلوقتي هم مش قادرين يدخلوا الهرم ولا يعملوا اي حاجه. قالوا احنا معانا تصاريحنا لغايه اللحظه دي، ما جالناش اي ورق تاني بيقول عكس ذلك، ولكن احنا للاسف مش عارفين ندخل الهرم. يعني احنا حاجزين الهرم ودافعين فلوسه ودافعين ثمن الايام اللي فاتت اللي احنا ما دخلناش فيها، ولكن احنا مش عارفين ندخل الهرم. غالبا كل جهه واخده نفس الموقف، انا مش هشيل مسؤوليه لوحدي. وقال كمان ان كل الجهات الرسميه الحكوميه بترمي اللوم على الجهات الثانيه. هم 3 جهات المفروض ان هم بيتولوا اصدار التصاريح للحفلات اللي هي الغنائيه العالميه دي. تمام. وكل جهه من الجهات دي بترمي اللوم على الجهه الثانيه، يروح لدي يقولوا لا اشوف الجهه الثانيه، وهكذا. ولحد دلوقتي العده موجوده، الفريق بتاع ترافيس سكوت موجود هنا في مصر، والحفله لسه ما فيش اي اخبار عنها. الناس معاها التذاكر في ايديها، اللي حجزت التذكره حجزوا طيران، حجزوا فنادق، ومش عارفين هيعملوا ايه، هيحضروا ولا لا، الحاجات دي هتتكنسل ولا مش هتتكنسل. كان في تصريح لقناه الجزيره بتقول ان لو الحفله دي اتلغت تكلفه الخساره على مصر هتكون حوالي 300 مليون جنيه. الجميل بقى في الموضوع يا جماعه ان ترافيس نزل تصريح او بيان للحكومه بيتعهد فيه ان الحكومه اي حاجه هي عايزاه ان هو يعملها هيعملها، وانه الراجل من اسره مسيحيه، وانه بيروح الكنيسه مع والدته، وان قصه الماسونيه وان هو من عبده الشيطان والكلام ده مش حقيقي. تمام. وان هو عمل حفلات كتيره جدا ما كانش فيها اي مشاكل، هي بس الحفله الوحيده دي اللي حصلت وكان فيها مشكله اللي هي اتعملت في هيوستن في 2021. تمام. فالراجل كان في زياره مؤخرا في السعوديه في شهر مارس اللي فات، حضر حفله في السعوديه حضرها 70,000 بني ادم. فتخيلوا يعني ان الحفله اللي اتعملت دي ما حصلش فيها اي مشاكل. يعني الحفله اللي اتعملت في السعوديه في بلد عربيه زي بلدنا، ومحدش عمل الهيصه ولا البروباجندا اللي احنا عاملينها دلوقتي وبنعترض وبنقول لا ومش عارف ايه والكلام ده، بعد ما الحفله كلها اتباعت والناس اشترت وحجزت التذاكر وخلاص، فاضل يومين 3 على الحفله. فلو لا قدر الله الحكومه ما خدتش قرار بسرعه والحفله دي اتعملت، اعتقد ان هي دي هتبقى القضيه بالنسبه للسياحه. ما حدش يسال بقى اذا كان في حد تاني هيجي ولا لا مصر، لان كده خلاص يعني سلام عليكم القصه دي، قصه السياحه بقى خلاص احنا هنقفلها ونجيب ظروفها ونشوف اي حاجه تاني غير السياحه. في المداخله اللي عملها الاستاذ محمد سراج اللي هو العضو المنتدب لشركه تيكتس مارشيه اللي هم اللي بيشرفوا على تنظيم الحفله، بيقول الاستاذ عمرو اديب ان 60% من التذاكر اللي اتباعت لاجانب.
الناس دي جايه من 54 دوله، تمام، وان هم دايما بيتواصلوا معاهم ومع الشركه. ناس كتيرة جدا بتقول لهم احنا هنقعد اسبوع او هنقعد 10 ايام وعايزينكم ترشحوا لنا مكان او ترشحوا لنا بروجرام معين يتعمل، تمام. فدي يعني الناس اللي جايه تحضر الحفله ناس مش جايه يوم واحد تحضر الحفله وتمشي، الناس اللي هتيجي هيقعد اسبوع 10 ايام عندك. فتخيل انت بقى كام بيت هيستمر وهيعيش من الفلوس اللي الناس السياحه دي هتدفعها. دي حاجه. الحاجه التانيه، الاستاذ محمد سراج بيسال الاستاذ عمرو اديب بيقول له طيب يعني انا كراجل معايا تصاريح ومعايا كل الورق بتاعي مستوفي، مش عارف ادخل الهرم، مش عارف اجهز للحفله، مش عارف احط المعدات بتاعتي، انا عايز اعرف المشكله فين. الراجل مش عارف المشكله فين. انما لغايه اللحظه دي انت لا تستطيع انك تؤكد ان في حفله. لغايه اللحظه دي انا للاسف مش عارف ادخل الهرم. لو دخلت الهرم هيبقى في حفله، بس انا مش عارف ادخل الهرم. ليه هيبقى في حفله؟ لان معايا تصاريح. حد معاه كل التصاريح بتاعته ومش راضيين، محدش راضي يدخله الهرم ولا راضيين يخلوه يعمل التجهيزات بتاعه الحفله. حضراتكم فاكرين القصه بتاعت سوني؟ نفس القصه برضو، راجل كان معاه تصاريح والدنيا بتاعته برضو اتعكت والبي بي سي كتبت عنها، وهنا نفس الكلام. ترافيس بيقول محمد سراج بيقول له انا قناه بي بي سي بتكلمني وعايزه تعرف مني تفاصيل، فمحمد سراج بيقول له لا ما تديهمش اي تفاصيل. لكن اللي احبك ولا اكرهك اللي احنا فيه ده مش هينفع. الراجل كل يوم بيكلمنا يقول لنا CNN عايزه تعرف ايه اللي بيحصل، بنقول له لو سمحت ما تردش. كل يوم يقول لنا انا بتسال في حفله ولا مفيش حفله، نقول له الورق اللي عندنا بيقول في حفله، ما جالناش ورق بيقول مفيش حفله. فالموضوع مش سهل، الموضوع كبير، ناس كتيره جدا المفروض ان هي جايه، فاحنا كده بنقول لهم باي باي، ما حدش يجي تاني. وبما ان انت بتجيب مغنيين عالميين، تمام، لو الراجل ده ما جاش خلاص يعني محدش تاني هيجي لك، لان انت كده بتفقد مصداقيتك مع الجمهور بتاعه ومع الناس بتاعته معاهم هم. يعني هو الراجل الفريق بتاعه كله موجود هنا في مصر اوريدي، تمام. فيعني ايه ان الراجل يجي وبعد كده تقول له معلش يا معلم احنا اسفين، مش عايزينك تعمل حاجه هنا عندنا وخد فريقك واتكل على الله. ده كده اسمه هزار وتهريج. لو جه يوم الثلاث ووقف قدام العالم كله كده ورجع تاني من المطار هيبقى شكلها مش حلو. والمعدات اللي وصلت، ما الحفله دي لازم تطلع بمنظر مشرف للبلد اللي معموله فيها وللمكان اللي معموله فيه وللفنان اللي هيقدم. ده الموضوع وصل يا جماعه ان ترافيس بيقول للشركه المنظمه ان انتوا لو مش قادرين كحكومه وكامن ان انتوا تسيطروا على الوضع بتاع الحفله، خلوني انا اجيب الفريق بتاعي. فتخيل انت بقى الهزار والمهزله. الراجل طلب للاسف، يعني طلب، احنا اضطرينا نقول له لا. بيقول لو مش هتقدروا تامنوها هجيب معايا فريق تامين من بره. يا راجل يا راجل، دي مصر، الامن والامان يا ابني. لا انا هنهزر، لا تامين مين؟ عايز يجيب فريق التامين بتاعه من هناك عشان يامنوا حاجه على ارضنا، يعني اللي هو بيلغي الجيش وبيلغي الشرطه وبيقول لهم معلش يا جماعه انتوا ناس مش قد كده وانا هجيب الفريق بتاعي وجاي بيه من بره. فالموضوع بقى مهزله وربنا يستر والحفله دي تتم. يعني انا بقول يا رب، لان البيوت اللي هتتخرب كتيره، 12 مليون بني ادم شغالين في قطاع السياحه. احنا كده بنجيب مخده وبنفطس السياحه وبنقول لها معلش يعني ارقدي في سلام، احنا مش عايزين حاجه اسمها سياحه تاني عندنا في بلدنا. يا رب الدنيا تمشي كويس. ويا ريت حضراتكم تقولوا لي ايه رايكم، الحفله هتقام ولا تعتقدوا ان هي مش هتقام، ولا شايفين ايه وشايفين الوضع ده هل هو كويس بالنسبه لمصر وبالنسبه للسياحه. الامارات عملت الحفله والسعوديه نظمت الحفله. الامارات في 2019 نظمت نفس الحفله لنفس البني ادم. السعوديه في مارس 23 السنه دي من 4 شهور فاتوا عملت الحفله، 70,000 بني ادم حضرها ومفيش اي مشاكل. احنا بنقول لا، مين المشكله او فين المشكله عند مين محدش يعرف، الله ورسوله اعلم. ربنا يسترها ان شاء الله كل يوم تمام. متشكر جدا لحضراتكم، السلام عليكم.